السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي راكم دايرين خوتي؟ ان شاء الله قاعد تكونوا ملاح وقاعد تكونوا في صحة جيدة. لا كوب دافريك قربت وبغيت نهضر معاكم في هذا الفيديو على واحد نقاط ضعف اللي كاينه في المنتخب الوطني الجزائري، واللي لازم الكوت جمال بالماضي صححها قبل ما ندخلوا في البطولة. صح، اول حاجة هي لي بال فيكس، الكرات الثابتة اللي ضدنا ما كانش كيفاش. شحال الضعف اللي كاين عند الجزائر في التصدي للكرات الثابتة، تقريبا كل كورنر كل كوفرون تشد قلبك باسكو على بالك بلي فيها خطورة. عندك من الماتش تاع الكاميرون دو بيت صورنا بسبب الكرات الثابتة. ما لعبنا غايه، سواء ربحناهم في ارضهم وربحناهم او هناك ثاني كذلك كنا دايرين ماتش كبير ضيعنا بزاف، ولكن زوج كرات ثابته ادت الى انك ما تشاركش في الكوب دي موند. صح، كونتر مصر الماتش اميكال التالي كذلك مركونا بكره ثابته. لكم ان تتخيلوا انه بين الماتش تاع الكاميرون وبين الماتش تاع مصر كاين بزاف وقت، ربما سنتين ما شفناش بلي كاين تطور في هذا الناحيه تاع الكرات الثابته وكيفاش نتصدوا لها. كان عندنا جمال بالعمل يرد، ولكن درك ماتش في المنتخب الوطني عندك عيسى مندي، عندك بن سبعيني، كذلك ديفو حتى بونجاح يولي يرد. ولكن كشغل العفسه ماشي انك فقط تصدى لهذيك الكره وتردها، لا، كشغل طريقه التخمام، طريقه التفكير، كيفاش توقف، كيفاش يعني تتصدى. صح، لو كان ديفي البالون كيفاش حنا نكونوا، كيفاش المدافع الاخير هو اللي يروح مليها يبلع المهاجم الثاني. تما الكره الثابته راه عندنا ضعف فيها، ولازم على جمال بالماضي انه قبل ما يدخل الكاس افريقيا يخدم على هذه النقطه جيدا جيدا جدا. علاش؟ لانه على بالنا بلي الافارقه هذه هي طريقه لعبهم. يقول شوف حتى التوش ضربه تماس يديروها على شكل كورنر باش يدخلها لك الكاري 18. تما معناتها ان الكره الثابته في كاس افريقيا هي اللي راح تكون الفيصل. اذا عرفت تتصدى ليها وعرفت تواجهها وتلعب ضدها راح تروح بعيد ان شاء الله وراح تدير بطوله كبيره. اذا ما صححتش هذه الاخطاء، ما صححتش تموقع اللاعبين كما الماتش الكاميرون كارثه في التموقع. اذا ما صححتش تموقع اللاعبين في الكرات الثابته ما تروحش بعيد. حدك تكالي في بالك دوزيام تور ولا ان شاء الله، ولكن بعد تبقى تواجه صعوبات، لانه غادي كل ما تروح كل ما تافونسي غادي تلقى لاعب، جوده اللاعبين تزيد وكذلك قوه المنتخبات تزيد. صح، هذه هي النقطه الاولى اللي هي مهمه بزاف في الكرات الثابته. النقطه الثانيه كذلك هي مهمه. شوف الجزائر طريقه اللعب تاعها هي بناء من الخلف، انك تلقى في البالون مدافع يمد ارتكاز يمد من الاطراف ولا لاعب 10. هذه الطريقه تصدق وتنجح وتكون شابه بزاف مع الفرق هي اللي كذلك تلعب بالون فرق كبيره. مثلا كونتر السنغال، مين هي ثاني فرق كبير لعبنا معها بهذه الطريقه تاع الاستحواذ والبناء من الخلف، ربحناهم في بلادهم 1-0 الماتش اللي فات. كونتر مصر درنا 1-1. كونتر حتى الكاميرون اللي شورنا معاها ربحناهم في بلادهم عليهم يلعبوا ثاني بالون. ما هنا قلنا بلي درنا ماتش شباب بزاف. عندك كاس افريقيا 2019 علاه كانت بطوله شابه. عندك في بريمي تور لعبنا السنغال تلعب البالون، دوزيام تور على ما اظن ليسونسيال لعبنا نيجيريا على ما اظن، ولعبنا الكوت ديفوار. ليسونسيال كاع الفرق اللي لعبنا لها في 2019 فرق تلعب البالون. مين في الكاس افريقيا التاليه لو كان شفتوا كونتر سيراليون ولا كونتر غانا ما عرفناش، كونتر سيراليون ولا كونتر غينيا ما عرفناش كيفاش نبنوا اللعب. علاش؟ دروك انت تدخل الفريق تلعب كونتر فريق هو كاع راجع للخلف ومتمركز في المناطق تاعه، وانت راك باغي تبني البالون. هو مش جاي اصلا يهاجمك باش تقدر تبني البالون ولا تقدر يعني تسبب له خلل في الدفاع ولا خلل في المنظومه تاع الوسط ولا تاع الدفاع. هو راه متراجع وانت راك قاعد تدور في البالون بشكل يعني سلبي. هكا هذه هي الكلمه، دور في لابال بشكل سلبي 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 سلبي. بعد يكمل المباراه يمركي لك كونتر اتاك كيما سيراليون ولا بضربه ثابته، ولا يمركي لك كيما غينيا كذلك بكونتر اتاك. لذلك لازم ثاني على جمال بالماضي يفهم بلي انه معظم الفرق الافريقيه اقل قوه من الجزائر. معناتها كاع غادي 90% منهم غادي يدخلوا يدافعوا، يدخل يتمركز لك في المناطق تاعه. ثم انت لازم تكون هناك شغل فريق، لازم تكون كيما احنا نقولوا عندك مرونه في التفكير. انت ماكش تلعب كونتر السنغال باش تحافظ زعما صاي عندي هذه طريقه لعب نحافظ عليها واللي يسرى لا، لانه السنغال ماشي هي نفسها موريتانيا، والسنغال ماشي هي نفسها انغولا. ثم هذاك عنده ستيل جو، ولكن مع الفرق الضعيفه والاقل قوه منا لازم كذلك انك تكون سوبل، تكون خفيف في التفكير تاعك، تفهم بلي انه هذو كان نقفلهم البالون هو راه قاعد ما خاسر والو، النيل بالنسبه ليه فوز. لذلك يجب على جمال بالماضي انه كونتر الفرق الضعيفه يبدل طريقه اللعب. ما كاش كيفاش ما تقعدش تدور في الكره. هي من الاحسن انك شغل تلعب شويه لي باس طوال على اليمين، على الاروقه اليمين ولا اليسار. هذه مليحه كونتر الفرق كما الطوغو الماتش اللي فات دخلونا بخمسه في الدفاع ولكن ربحناهم. علاش؟ خاطر قاعدوا يلعبوا لهم منا على محرز وعلى الناس. هذه النقطه الثانيه. النقطه الثالثه هي لاعب 10 ما كانش نيميرو 10 اللي خطه جمال بالماضي كامله مبنيه على لاعب 10.
ماش عندنا بالماضي مازال ما وظفش واحد في بلاصه في غولي تاع 2019. في 2019 كان كاين في غولي، كان في ذاك الوقت مازال صغير ومازال يمد يعني بشكل كبير بزاف، يجي يستلم الكره من قديوره ولا من بن ناصر ويدور ويمد الكره المحرز ولا يمدها سليماني ولا بونجح ولا حتى بلالي. ولكن رانا نشوفوا تقريبا من الكوب دافريك التاليه تاع 2019 ما كانش داك لاعب 10 اللي يجي يستلم الكره من زروقي ويدور وهو يلعب من على اليمين ولا اليسار. على بالنا بلي عندك شغل لي كوتي ملاح، سواء محرز والناس ولا سواء منا بلالي عموره، عندك حتى والناس ثاني يلعب منا شيبي اللي كوتي منا ما شاء الله في الجزائر. بصح اذا اعتمدت غير عليهم لو كان يديروا لك ماركاج منهم ولا يلعب لك بخمس مدافعين راح تضطر انك تلعب من الوسط. لهذا كنا بزاف نزعقوا على زروقي نقولوا غير يلقى في لابال يدور ديريكت يعطيها لا ديفونس للدفاع. اذا كان ما كانش هو اللي زروقي ما جاش واحد يستلم الكره باينه بلي غادي يرجع الكره للخلف. لذلك نظن انه لازم اذا لعب بن طالب وبن ناصر في الرقم 10 ما يلعبش في غولي، يا عوار يا بوداوي يا شيبي سياه في الديس ما لعبش مليح، ولكن تبان لي بوداوي ولا عوار في بلاصه في غولي راح يقدم اداء كبير بزاف. حتى اذا كانت الاطراف مبلعه راح يعطيك واحد المرونه من الوسط تقدر تخترق الفرق الافريقيه من الوسط، لانه الفرق الافريقيه تقريبا يدافعوا بزاف على ليكوتي. هذا هو اللعب تاع الافريق، كاع الفرق تلعب على ليكوتي منهم، ولكن الفرق اللي تلعب على الوسط قلال اللي هما السنغال سي بورساي تداتها الخطره اللي فاتت، عندك نيجيريا عندك المروك يلعبوا بزاف على الوسط. كاين ليكوتي ملاح بصح ثاني يركز على الوسط لانه مجريات المباريات ما تعرفش كي غادي تلعب مع الفريق يدافع لك مني يبلع لك ليكوتي ما تعرفش كاع. كانوا هذو هما نقاط الضعف خوتي اللي بانوا لي انا، وشاركونا رايكم نتوما ثاني شابلكم واش هما نقاط الضعف تاعنا واش هما نقاط القوه تاعنا، ونتلاقوا الفيديوهات الجايه ان شاء الله. تهلاو في روحكم.